الزنك مشكلة من المشكلات اللي محدش واخد باله منها. نقص الزنك المشكلة ان هو ما بيحصلش كتير، بس للاسف بيحصل اما يكون في عندنا مشاكل في المعدة، عندنا مشاكل في الهضم، مشاكل في الامعاء. الناس اللي عملوا عمليات جراحية، الناس اللي كانوا بيخسسوا وعملوا عمليات خاصة بالبالون المعدة والحاجات دي، الناس اللي عملوا مسكوا المعدة قفلوها بأي طريقة، سواء تدبيس او سواء تكميم. الناس اللي عملت ريجيم قاسي جدا عشان تخس بسرعه، الناس كلها بيجي لها نقص في الزنك. الزنك يا جماعه من اهم المعادن اللي ربنا خلقها في جسمنا، بيخش في اكتر من 100 وظيفه انزيم في الجسم، ما بين المناعه، ما بين تكوين الخلايا، ما بين تكوين الشعر، ما بين نقل الرسائل العصبيه. الزنك يعتبر من اهم المعادن الموجوده في جسم الانسان، وبالتالي نقص الزنك بيؤدي لمشاكل كبيره جدا جدا جدا، منها سقوط الشعر رقم واحد، شقق الجلد رقم اثنين مهم جدا، دربكه في الجهاز المناعي جوه في الجسم، تلاقي اعراض امراض غريبه بتحصل كده في الجسم نتيجه الاضطرابات المناعيه. الهضم يكون فيه مشكله بسبب نقص الزنك. حاجات كثيره جدا جدا بتؤدي الى الزنك، وده حسب ما جامعه هارفارد قالت ان فعلا الزنك ما يبانش ان هو بينقص، ولكن هو اكشولي بينقص مع تقدم السن، وبالتالي ناخد بالنا جدا من موضوع نقص الزنك. هنجيب منين زنك؟ موجود في حاجات كتير جدا، موجود في المكسرات، موجود في اللحمه، موجود في الكبده، موجود في السبانخ، وموجود جدا في الطبيعه. او ناخد زنك او رسم صيدليه في عندنا 25 مللي جرام او 50 مللي جرام، يتاخد كل يوم عشان يعوض نقص الزنك عندنا، ودمتم سالمين. سلام.